الميركاتو الشتوي لليوفي على أحر من الجمر ننتظره جميعا. خلاص فاضل ماتش الفيولا أو فيورنتينا، ويعني طبعا مش هنلحق قبل كاس السوبر، ولكن نتمنى يعني اللي يكون فيه مفاجآت، لأن عندنا أسامي كتير يعني مرتبطين بيها، وعندنا نواقص كتير. يعني يمكن الأسماء الأبرز كلها في الدفاع، كلام بسيط على خط الوسط، والأكثرية للهجوم بعد الدفاع. ناس كتير خارجة، ناس كتير داخلة، شوية يعني حاجات كده ندردش عليها، او شويه الاشاعات، لحد ما نبتدي لما نخش بقى في الميركاتو ويفتح رسميا نبقى نعمل الدردشات بتاعه الميركاتو بتاعتنا اللايف ان شاء الله. ولكن دي فرشه كده، ولا يعني تجميعه سريعه للاشاعات او النواقص اللي عندنا، ومين يكون في الدفاع او في الوسط او في الهجوم. طبعا لا يخفى على احد ان الدفاع هو المركز الاهم والابرز في نواقص اليوفنتوس. ناس كتير عايزه اظهره، ناس كتير متفقين، مش ناس كتير، كل الناس، يعني كل الناس عايزه قلوب دفاع. في اللي عايز مع قلوب الدفاع اظهره، او في قلوب دفاع ممكن يلعبوا اظهره زي هانكو زي ما هنتكلم. فيعني قلب الدفاع هو المركز الرئيسي والناقص الرئيسي في هذا الفريق، لا جدال ولا شك في هذا. في الدفاع طبعا عندنا الاسامي من اول هانكو حتى الان كلام على ان الاتفاق، بالرغم من ان هانكو نفسه طلع ويعني زي ما نقول ابطل الاشاعات، وقال ان الكلام ده كلام عاري من الصحه، وان مفيش اي اتفاق والكلام ده. ولكن بالرغم من ذلك الصحافه تصر على ان في اتفاق يعني قائم، او يقترب من الاتفاق. وانا برضو مصر على ذلك، ان الكلام ده كله مجرد كلام يعني لشيل ضغط معين، او يعني الكسب المزيد من الوقت قبل فتح النافذه او ميركاتو الشتوي رسميا. فهانكو اعتقد من الاسامي المهمه جدا اللي ممكن تكون معانا في الشتويه، ان ما كانش هيكون في الصيف. طبعا احنا بنتكلم على الشتويه لان احنا عايزين دلوقتي بشكل عاجل. حلو وجميل يجي في الصيف، ماشي على عيني وعلى راسي، ولكن احنا عايزين دلوقتي في الشتويه. فيا رب يكون هانكو. وفي كلام طبعا ان الهدف الابرز هو انطونيو سيلفا من بنفيكا. اكتر اسمين مرتبطين بيهم باليوفي هو انطونيو سيلفا وهانكو. طبعا في سكرينير بعد ما الامور زادت قوي في بدايه الكلام من كام شهر، دلوقتي الامور هديت، ولكن لا استبعد ان هو يجي، لان دايما بتحصل الموضوع ده، نرتبط باسم والموضوع يخفت وبعد كده نلاقيه هو الاسم اللي جاي. طبعا في هاتو واسماعيلي، دول يعني رجع الكلام تاني على اسماعيلي شويه، واهتمام نابولي والانتر، ولكن الله اعلم هل هو هيكون معانا ولا لا. وطبعا هاتو زي ما اتكلمنا قلنا هاتو لسه موجود معانا، ممكن يكون، ولكن الموضوع خفت بشكل كبير. الاسامي اللي طلعت دلوقتي بقوه من جديد، توموري من الميلان، في كلام ان ممكن يكون في قعده كلام في كاس السوبر مع الميلان، يكون قاعده مع الاداره، ان يكون في اتفاق بالنسبه لتوموري على غرار صفقه كالولو. ولكن المطالب بقت زياده بعد ما هم ادونا كالولو الدنيا ظبطت، فواضح ان هم يعني مش عايزين ايه يدوه بالسهل. بكلام على 30 مليون، انا بصراحه مش متحمس له قوي. يعني طبعا اذا كان زي كالولو ماشي، ولكن انا بالنسبه لي كالولو اعلى من توموري، وانا ما بحبش اللعيبه الانجليزي انتوا عارفين الى حد ما. ولكن من الاسامي المرتبطه بينا في الدفاع ايضا عندنا طبعا كيفيور او كيويور، يعني اللهم ابعده يا رب، يعني بتاع ارسنال يا رب. انا بالنسبه لي شايف ان هو مدافع شوربه فربنا يستر منه. وفي كلام على باريزي يعني باك ليفت، بديل لكامبياسو من فيورنتينا، ده برضو من الاسامي المرتبطه بالدفاع. فاعتقد ابرز الاسامي دفاعيا هانكو، انطونيو سيلفا، دول الاقرب. مع انا لا اخفى يعني سكرينير ممكن، واسماعيلي ده برضو ممكن، يعني زي كده ايه، لو في الاواخر الدنيا فلقست مننا خالص ممكن نجيبه. ولكن اعتقد هم الاسامي الابرز هانكو وانطونيو سيلفا، وان شاء الله يكونوا معانا. وطبعا باريزي ممكن برضو يجي لو في فرصه ان هو يجي كباك ليفت. هنيجي في خط الوسط، اعتقد احنا في خط الوسط كفرد بشكل كبير، الا في حال خروج، اللي احنا هنتكلم على الخروج المحتمل لفاجيولي بنسبه كبيره. يعني من الاسامي اللي ممكن تخرج في خط الوسط، هو هنتكلم على الخروج في العموم يعني، ولكن الابرز فاجيولي. فاذا خرج فاجيولي، في كلام طبعا كان قديم على ادرسون، ولكن اعتقد الموضوع صعب جدا جدا. وفي كلام على تونالي طبعا، يعني اعتقد والله اعلم يعني دي تبقى مفاجاه مدويه وحلوه جدا، ويعني هيكون حاجه فظيعه ان تونالي يكون معانا في الشتويه كمان بالتحديد. يعني ان انت تعمل ابجريد، انك تخرج فاجيولي وتجيب تونالي، اعتقد ده هيكون يعني ضرب من ضروب الخيال. ولكن خلينا نحلم ايه اللي ممكن يعني ايه اللي ممكن يحصل. ممكن ايه المانع؟ خلينا نحلم ونقول يا رب. ولكن خط الوسط يمكن دي الاسامي
المرتبطه بيها في خط الوسط اسامي قليله جدا، لان يعني تقريبا دوجلاس لويس برضو في كلام انه ممكن يخرج، ولكن هو رفض ان هو عايز يكمل في اليوفنتوس وعايز يشتغل على الاصابه بتاعته وان هو يكون جاهز في اقرب وقت علشان يثبت كفاءته ويثبت يعني جدارته في اليوفنتوس. فاذا فاجيولي دوجلاس لويس خرجوا ممكن نلاقي حاجه زي تونالي، ولكن بخلاف ذلك يعني ما اعتقدش، موضوع صعب، ولكن نيفر سي نيفر، وانا دايما عندي امل ان ممكن يحصل. نيجي بقى على الهجوم اللي هو الهبه الكبيره بعد الدفاع. طبعا يعني طالما قلنا خروج فاجيولي لازم برضو نجيب سيره ان احتمال يكون في كلام على مبادله مع راسبادوري، اللهم برضو احفظنا منه وابعده يا رب. انا عارف في ناس متحمسه له ان هو اللي هو المهاجم المثالي لتياجو موتا، ما اعرفش مثالي في ايه، ولكن انا اعتقد يعني عندنا الموضوع ده كفرد، واحنا عايزين راس حربه طويل. يعني من الاسامي بقى اللي نتكلم صح وجد وان شاء الله، طبعا الاسم الابرز والحلم للبعض والبعض مختلف عليه هو زيركزي كان شغال مع موتا بشكل كبير. كلام كتير بين ان هو لا يبتعد بشكل كبير، لا كلام ان لسه الاماني ممكنه. فزيركزي ممكن يكون مع اليوفنتوس في الشتويه اذا كان في امكانيه اعاره مع احقيه، او لو في بيعه كبيره وقدرنا يعني زي ما نقول نفيش الهوامش فيه مع المان يونايتد. الاسم الثاني الابرز اللي انا بالنسبه لي متحمس له جدا لورينزو لوكا. هل اودينيزي ممكن يسيبه في الشتويه ولا لا؟ مهاجم شاب طويل في القامه، رجليه كويسه على الجون، رجليه كويسه، عنده الفوت ورك وعنده يعني محطه الى حد ما، بيلعب بالهيد هايل. انا بصراحه ربنا شايف لورينزو لوكا من المهاجمين في الذبل، او يعني يفي بالغرض جدا 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 كبديل لفلاوفيتش اذا استمر فلاوفيتش اللي احنا هنتكلم عليه. برضو ده مرتبط بزيركزي، لان من نفس الحاجات اللي زي ما قلنا فاجيولي ممكن يخرج ودوجلاس لويز ممكن يخرج، فلاوفيتش ايضا يعني لا استبعد خروجه، خاصه بعد المنظر اللي شفناه في الماتش الاخير. ناس كتير يقول لك متعصب من البنالتي، ولكن ما زلت مصر، ويمكن قلتها في اللايف وبقولها تاني، ارجعوا للمؤتمر الصحفي لتياجو موتا يعني لما اتسال تحديدا عن الواقعه دي قال انا فلاوفيتش عمل اداء جيد في الماتش وسكت، ما طولش. فواضح ان هو لسه هيوري له العين الحمراء فيما بعد. دوجلاس لويز هل هيخرج ولا لا؟ قلنا بانجولا برضو من الاسامي اللي ممكن تخرج بشكل كبير، انها تجيب مبلغ كبير. هو وفاجيولي يمكن دول اكبر اتنين لو اتباعوا ممكن يخرجوا، وما زال يرتبط اسمه بالخروج. طبعا اشاعات كنان يلدز انا مش مقنعاني جدا، ولكن في بعض الاشاعات بتقول على خروج كنان يلدز مع دانييلو. طبعا هو الاسم الابرز، يعني برغم ان بيقول ان انا كابتن الفريق وما سيبش الفريق في نص الموسم، ولكن ما زال يعني في كلام ان نابولي ضاغط بشكل كبير عايزه، وممكن يعني هو وفاجيولي مع راسبادوري مبادله. انا بصراحه ربنا شايف ان احنا يكون بنهرج لو عملنا هذه الصفقه. النهارده برضو من ضمن الخروج هنتكلم، يعني طالما بنتكلم على الخروج قبل ما نتكلم على الدخول، الاشاعات المحتمله للهجوم، ارتور ميلو كلام كتير على ريال بيتيس ان وفالنسيا برضو على الخط، ولكن الابرز ريال بيتيس هو ابدا استعداده للخروج ليهم. هم بيحضروا ليه عقد 4 سنين، واليوفنتوس بيضغط عايز اعاره ويديهم احقيه شراء ب 12 مليون تقريبا. هو لسه في سنه كمان في عقده بعد السنه اللي جايه، فيعني ان شاء الله تكون تتم هذه الصفقه ده كده بالخروج. فيعني دي يمكن اشاعات الخروج، ويمكن الابرز هو ارتور ميلو. وطبعا زي ما بقول في الميركاتو في اللايفات هنتكلم. نرجع تاني للهجوم، قلنا راسبادوري، قلنا لورينزو لوكا، قلنا زيركزي. عندنا بعض الاسامي اللي كانت يعني زياده قوي وبعدين دلوقتي انخفضت اسهمها جدا، كاليمواندو، كولومواني برضو من باريس سان جيرمان زيه زي سكرينير، ان هو ممكن يخرج من باريس ولكن على سبيل الاعاره ممكن اليوفنتوس ياخده، ولكن ربنا يبعده عننا. انا يعني مش ماليش فيه بصراحه. جوناثان ديفيد برضو بعد ما كان فيه كلام كتير قوي عليه هو وكاليمواندو، دلوقتي الامور خفتت بشكل كبير. وطبعا عندنا برضو القنبله الكبيره اوسيمان. يعني هل بقى ممكن فاجيولي ودانييلو نتكلم في اوسيمان مع نابولي؟ ممكن بقى دي ساعتها نبقى ان في كلام، يعني تبقى حاجه ثلاثيه بينه وبين جالاتا سراي، هنشوف. ولكن اوسيمان عنده شرط جزائي في الشتويه، وعنده شرط جزائي يعني حاجه و80 وحاجه و70 من الصيف. فهل ممكن يتم التضحيه بفلاوفيتش علشان يعني نلاقي اوسيمان؟ الله اعلم. طبعا زي تونالي زي زيركزي صفقات كبيره وصفقات ضخمه، وقد تكون استحاله للبعض، ولكن نيفر ساي نيفر زي ما بقول. يعني ايه، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، واكيد لينا لقاء في اللايفات القادمه. ده الخروج والدخول. عندنا في من الحاجات في الميركاتو طبعا تجديد قريب لجاتي، وتجديد قريب لمكاني. في كلام ان القعده
قريبا لمكاني للتجديد ليه. وفلاوفيتش في كلام ان التجديد هيكون فبراير، بس يعني اللي هو ايه، استناني عند صباع ابو الهول الصغير، يعني اللي هو شكلها فيها بعته شويه، لان فلاوفيتش انا ما زلت يعني عندي احساس مش قليل انه ممكن يخرج حتى لو في الشتويه، فهنشوف ايه اللي هيحصل. على جنب كده في اشاعات عن ان ديل بيرو ممكن يمسك رئيس اليوفنتوس مش رئيس الاتحاد الايطالي، فوجب ذكرها لحد ما ندردش مع بعض في اللايفات اللي جايه. طبعا اللايف الجاي ان شاء الله يكون للفيولا، باذن الله نطلع، باذن الله ربنا يدينا العمر يعني نتقابل فيه، وهيكون لنا لايفات باذن الله بعد الميركاتو ما يفتح بقى، بخلاف لايفات الماتشات وفيديوهات الماتشات، هيكون لنا فيديوهات ولايفات للميركاتو الشتوي في الشهر ده اللي باقي. اللي اول مره يشوف القناه دي مش بس قناه عن اليوفنتوس او عن الكوره، لا فيها كلام طبي وكلام عام، كل حاجه محطوطه في القوائم. بصوا على القوائم، ويا رب تكون قناه ممتعه ومفيده للجميع، ولو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. قبل ما بمشي لازم اذكركم واذكر نفسي بالدعاء لاهلنا في فلسطين وفي سوريا برضو وفي السودان وفي لبنان وفي كل الوطن العربي في العالم كله. ندعي لكل المظلومين ربنا ينصرهم ويحفظهم، وما نقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان. ربنا يدينا العمر والصحه، نشوف بعض على خير سواء اللايف الجاي او الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.